السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ياك لاباس عليكم؟ هنا عندنا هاد الثوب ديال شانيل غادي نديروه جلابه ان شاء الله. جلابه عاديه ماشي جلابه جبليه، يعني ما عندهاش كتاف طايحين، جلابه عندها كتيفات واقفين ايفازي يعني. هنا لاحظوا معايا الثوب غنطويوه على الكفه ديالو. عندنا هنا 2 متر ونص كافي انا غادا تشيط. هنا بالنسبه للطويه ديال الثوب نطويوها على 2. من الاحسن تطوى الثوب على 2 البنات، حيت الثوب غليظ وملي كيطوى مثلا كاين حيت فيه العرض هذا، كاين كيطويه على 4، من الاحسن تطوى على 2. هنا بالنسبه للمتراج ديالو فيه 1.60 في العرض، الطول قلنا 2 متر ونص. صافي غنطوي الثوب مزيان. غنبداو الفصاله من ناخدو الطول، نقادو الثوب من الجانب ديالو وناخدو الطول، ومن بعد نفصلو الثوب على حساب داك الطول اللي غادي ناخدو ديال. صافي هنا لاحظوا معايا قدينا الثوب. غنجي الحاشيه وغادي نقادها بواحد الزاويه قائمه، يعني باش ميبقاش داك الديكالاج في الثوب. من الاحسن نقادوها هكا بمسطره، باش في الاخر فاش كتبغي تقدي تكفيفه ولا هذا كتكون مقاده. هنا ناخدو 40 سنتيم البنات في الجلال، الجلابه راه عندها الفتيحات. هنا 8 سنتيم ديال العطفه، عاد غناخد الطول. علاش درنا 40 سنتيم في الجلال؟ حيت السيده عندها 34 في الحوض، زدت 6 سنتيم على الحوض ديال السيده. صافي هنا الطول زائد العطفه، قلنا العطفه هي الاولى على الطول. هنا فين غنبداو ناخدو الكتاف في الوسط تاع الثوب، يعني من كناخدو الطول كناخدو هنا الكتاف. هنا عندي 21 سنتيم، كنفوت ديك الحاشيه وهذا كنبدا نرسمها. كنطيحو الكتاف ب4 سنتيم. هنا غناخد 23. هنا دائما هذا الخلف 2 على 8، 2 سنتيم على 8. كنسطرو على ديك 4 سنتيم مايله للكتف. هنا قلت 23، دائما زاويه قائمه في داك الخط اللي علمت. هنا في الصدر عندي 29، ندير 30. هنا كنشكل واحد الزاويه قائمه، كنحط 3 سنتيم بهذا الشكل هذا. كنقسم تركيز على 2 بهذا الشكل. هنا كندير 3 سنتيم، كنواصل بين 3 نقاط، هذه وهذه وهذه. كما تلاحظوا معايا كنحاول نقاد البيروكي وكنرسمها. هذه اسهل طريقه البنات. هنا غندوزو ارتفاع الحزام، عندي 41. ارتفاع الحوض 65. راه كل وحده وارتفاع اللي عندها، ماشي فحال فحال، كنختلفوا من سيده لسيده. هنا الحزام 27، غادي نحط 28. الحوض قلنا 34، غنحط 35. هني فاش وصلت هاد النقطه مع النقطه ديال التركيز غادي نطلع 5 سنتيم، 5 سنتيم باش نوازن بينها وبين الحوض، حيت الحوض عند السيده ممتلئ بهذا الشكل هذا. وكنحذف ديك الزاويه، كنمشي نيشان لعند الجلال. لاحظوا معايا هنا كنطلع ديك المسافه ديال التكفيفه نيشان وكنواصلها مع الحوض مسطره. او لاحظوا معايا الا مشيت نيشان لعند نقطه الحزام غتجيني الحوض، غندخل على الحوض. يعني هنا السيده عندها الحوض ممتلئ، من الاحسن نهبطوا من الحوض للجلال. لاحظوا هنايا كيفاش الحوض عندها ممتلئ. هنا غادي ناخذ الطول ونمشي بشكل دائري، باش ناخذ الطول ديال الجلابه ديالنا بهذا الشكل هذا. هاد احسن طريقه تاخذوا بها الطول، يعني وديك الميلان ديال الجوانب ما كيجي مزيان هكا، احسن طريقه.
صافي هنا كنحذف داك الزائد اللي كنت سطرت عليه وكنمشي ميلان حتى لعند فين طلع السنتيم، فين حطيت السنتيم في شديت الطول. هنايا 8 سنتيم ديال التكفيفه او العطفه، هنا خديتها 20 سنتيم في الفتحه. غنعلمهم باش ندير كران هكا باش سواء خيطتي نتيا او خيط شي حد اخر كيكون معلم الفتحه والتكفيفه فين كاينه. صافي غنقطعو حتى لاخر التراساج ديالنا فين تراسينا. هنا بالنسبه للبنات الثوب هذا راه ديال شانيل، الثوب ديال البرد زوين. هنايا درت 11 سنتيم الا غادي نشكل بها العنق ديال الامام، جهه الامام على 8 سنتيم. صافي هاد الشكل كنمشي مايلان. صافي بهاد الشكل البنات كنكونوا سالينا. كنهز هاد الطرف هذا كنتاكد من الجلال راه 40 البنات، كنهز هاد الطرف هذا وكنحطو على الظهر بهاد الشكل هذا. قلنا الثوب فيه العرض يعني كافينا مزيان كداخله في خارجه. هاد الحاشيه كنخليوها على برا يعني ما كنحطوهاش، ما محسوباش في العباره البنات او في القياسات، دائما كنحطوها خارج القياس. كنقادو الثوب مزيان بشكل مضبوط. كنعاود ديك الدواره ديال العنق كنحط 8 سنتيم ديال الخلف. هنايا الثوب باش نضبطوه اكثر كنحطو ديك 8 باش كنقادوه مع ديك 8 سنتيم. دائما قلنا الحاشيه تكون على برا، ديك الصمطه ديال الثوب ما محسوباش البنات. صافي 8 على 2 في الخلف، لان الامام مازال نديرو عليه واحد التعديل لاننا نقادو العنق او الرقبه ونقادو شويه ديك التركيز ندخلو واحد سنتيم ونص. هنا ملي كيكون عندنا هكايا الحوض ممتلئ البنات لاحظوا معايا ضروري تخرجوا شويه على في الجلال، يعني ما بحال 27 ما كافياناش. هنايا كنعلمو ديال الكرانه ديال التكفيفه اللي هي هذه بهذا الشكل غتكفف، والكرانه ديال الفتحه. صافي هنا ندير واحد التعديل على الامام، نحط الطرف الاول على الثاني. العنق خلاص رحنا طراسيناه هكا على 11 سنتيم. هنا غندخل واحد السنتيم ونصف. لاحظوا معايا هنا كنخرجوا ازيرو يعني ما نحاولوش ندخلوا في الكتف هكا حتى الاخر ونوصلوا هنا ونحبسوا بهذا الشكل هذا. حتى الا كان شي حجر سرجي راه هو كافي لانه قاده. هنا كنقص واحد السنتيم. صافي هنا ندوز الكميمات. عندنا الكمام والقب هذا كافينا البنات. بالنسبه للطول ديال الثوب اللي كيكفانا في القب خاص يكون ديك 84 سنتيم، خاصو يكون فيه 84 سنتيم كافي للقب. الا بغينا نجيبو القب من هاد الجهه هادي 16 سنتيم هكا، وهاد الطاوله هادي خاص يكون فيها 84 راه كافي القب. بهذا الشكل هذا كيكون القب مخرجنا مزيان 84 ديال الطول، هذا راه وافي. هنا بالنسبه للكمام غنشوفوا التركيز شحال عندنا فيه، ناخذوه بشكل دائري ونحطوه هنا. من بعد ما نقادو الثوب مزيان تاكدوا. لاحظوا معايا هنا الثوب الا ما شفتيش راه كيخوي بيك، يعني مره خص ضروري تراقبوها تقطعوا. صافي هنا غادي نمشيو نتاكد واش كافيني داك الطويه اللي طويت كافياني ولا لا. هنا عندي 28، خصني نلقاها بهذا الشكل هذا. نحط هنايا 10 بشكل مائل. خصني نلقى ديك المسافه اللي عندي ناقص 2 سنتيم. هنا نطلع بسنتيم ونص ونهبط بسنتيم ونص. كندي داك الميلان ديالكم خلاص، هذا راه مساله عاديه.
طول الكم عندي هنا في 60، دوران عندي 17 سنتيم، رأس الكم بهذا الشكل هذا دائما زاوية قائمة البنات. كنواصل التركيز مع راس الكم، كنعبر الذراع، كنهبط بواحد 18 حتى ل 20 وكنحط قياس ذراع، انا عندي 22. كنحاول نواصل ما بين النقاط هكا، كنواصلها مع التركيز، كنحاول نجيب هذه حتى لعند الكم، عند راس الكم هكا. كنحذف من الكم شويه باش ما يبقاش واسع بزاف، داك الخفاش ما يبقاش تحت الذراع. وفي حالة ما كان الذراع عامر بزاف راه حنا ما خصناش نقصوا البنات من هاد الكم ديالنا، راه حنا خصنا نشوفوا واش خصنا نزيدوا شي حاجه. صافي هنايا حتى هو نسرجيو الخياطه راه غيتقاد اكثر. هاد المسافه قلت لكم هي اللي نديرو فيها القب راه كافيه. انا متر ونص راه وافي الثوب البنات. بالنسبه لهذه تقريبا هاد السيده غادي تقد هذيك متر و 30 حتى 40، ولا كانت طويله غتحتاج اكثر. هنا عندنا 30 في القب على 42 في الطول، كنطلع ب10 سنتيم، كنسطرها بهذا الشكل هذا. هذه فين غيكون عندنا نحدوها للاساس نحطو فيها ديك العنق والخلف بهذا الشكل هذا. نحط السمطه على السمطه نتاع الثوب، هي 42 هنا. في الجهه المسدوده عندنا 30. صافي كنحطو الثوب على راحته، ما نجبدوه ما والو. هذه احسن طريقه، ولا كنعبروهم وكنحطو شحال عطاتنا من سنتيم كنحطوها بداك الشكل وكنديروها على شكل تركيز. صافي هنا الخلف كنحطو معاكس مع الامام بهذا الشكل، كنجيبو من الفوق بهذا الشكل هذا احسن باش كيعطيني داك العويجاج، يعني بلا ما نحتاج نطلع ونهبط بديك السنتيمات. هذا هو الخلف ديالنا على جوج بهذا الشكل هذا. صافي نواصل ما بين النقط ديال فين رسمت العنق وفين حطيت 30 سنتيم. هنا لاحظوا معايا خصها تكون واحد الزاويه في التقطيعه باش كتجي الخياطه مزيانه هكا. هذا هو القب ديالنا البنات. هنا كنكونوا سالينا الفصاله ديالنا كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي ندوز هاد السورجي، من بعد غادي تخيط بالضفيره الصناد ديالها. والى اللقاء البنات.